تعالوا احنا بنتمشى كده ونعمل الرياضه بتاعتنا نجاوب على كام سؤال. ازاي دكتور نحافظ على وشنا والناس اللي بتخس في وشها كتير قوي مع الدايت؟ ايه حله؟ اولا لازم تاخدي بالك كويس جدا انت بتعملي دايت مظبوط ولا دايت لا. يعني ايه دايت مظبوط؟ دايت متوازن في كل العناصر الغذائيه بما فيهم النشويات والفاكهه والخضار والدهون الصحيه، لان في ناس بتعمل دايت قاسي ودايت الكيميكال ودايت الوجبه الواحده وسم متقطع اكتر من 16 ساعه، فدي انواع دايت كيميكال وقاسيه جدا، فطبيعي انها تاثر على كل جسمنا وخاصه وشنا. لازم تبقي عامله دايت متوازن 80 ل 20 بتاخدي فيه كل العناصر اللي بتبني جسمك. تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه هتحافظي على نومك 8 ساعات. الكلام ده مش كلام مرسل، مش كلام بنقوله لكل الحالات، ده اللوجيك حياه صحيه متوازنه. يعني لازم اخد كفايتي من النوم تكون ساعات ليليه مش ساعات نهاريه. تالت حاجه احافظ على لترات الميه في يومي. برضو مش كلام مرسل كل الناس بتقوله، الميه مهمه جدا عشان ترطيب بشرتي وعشان الكولاجين والالاستين والميه نفسها تكون موجوده في بشرتي. فانا باخد حصه الميه بتاعتي، كل 20 كيلو من وزني بيحتاج لتر ميه. كل 20 كيلو من وزنك بيحتاج لتر ميه، فبتحسبي انت محتاجه قد ايه ولازم تشربيه في اليوم. تالت حاجه المكملات والفيتامينز. مش هكدب عليكي ان الدايت بيأثر على كل اعضائنا الحيويه، وبيأثر على الانيميا وبيأثر على نسبة المعادن الموجودة في جسمنا، فلازم اعوض بمكملات غذائية تحافظ على نضارة بشرتي. اهمهم ايه؟ اهمهم لازم اخد اوميجا 3، لازم اخد فيتامين سي، لازم اخد حديد، ولازم اخد زنك. 4 حاجات مهمين جدا لحرقي ولبشرتي وللانيميا ونضاره البشره عامه لصحتي ان جنرال، ان الانيميا ما تتاثرش، ان انا بعد فتره ما قلتش انا شهري بيقع، فلازم اخد اوميجا 3 زنك حديد وفيتامين سي. فيتامين سي هنا انا هاخده على هيئه زي فوار او كبسولات او وهاخد سيرم فيتامين سي لبشرتي. يعني انا هاخد از تابلت على البق سبلمنت للبلع يعني، وهاخد كمان سيرم احطه في البشره، احطه على بشرتي. اي نوع في سيرم انت بتفضليه على حسب البادجت اللي انت حطاها، غاليه رخيصه، بس لازم 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 نحط فيتامين سي عشان احافظ على ترطيب بشرتي والتجاعيد اللي ممكن تحصل في وقت الدايت. تمام؟ مش محتاجه اقول لك ان انت محتاجه لازم تزودي حصص الخضار، خاصه الخضار النشوي، الخضار الاخضر، سواء جرجير، سبانخ، فاصوليا، لوبيا، جرجير، سبانخ، خس، خيار، بقدونس، شبت. الحاجات دي من الحاجات اللي مهمه جدا جدا لنضاره البشره.